صار الاعتداء، شوف واضح الضرب على الوجه من قبل إداري فريق نادي عجمان، وبالتالي اتصور تصرف غير لائق. انا ما اعرف شو معنى، وهذا هو شخص اخر ايضا يحاول ايضا الاعتداء على حكم المباراه. انا ما اعرف وين رجال الامن، وين نظام السيطره على مثل هذه الاحداث في ملاعبنا. اذا كنا نتكلم عن مباراه اتصور عدد جماهيرنا ما يتجاوز 2000 مشاهد، اتصور هذا الموضوع قراءه المباراه توحي انه بيعقبها احداث. كان يجب على مراقب المباراة يقرأ هذه الأحداث مسبقا ويهيئ الجو المناسب لخروج الحكم من الملعب. لكن ما شاهدنا هذا الشيء، شاهدنا في هناك احتكاكات واعتداء على حكم المباراة من قبل إداري فريق نادي عجمان. يسبني حقيقة أن يكون هذه الأحداث مصاحبة لدورينا ودوري الخليج العربي، ونشوف هناك أيضا آخرين يحاولون أيضا الوصول لحكم المباراة. مهما كان الحكم ومهما كان أداءه ومهما كانت عليه من ملاحظات، يبقى هو الحكم وهو سيد الملعب وهو صاحب القرار، وإجراءات التعامل مع خروج الحكم عن في حال حدوث أي خطأ هناك اتحاد كرة